عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى المنطقة في جولة جديدة، وبدأ هذه الجولة من الرباط التي طالبت برحيله وقالت إنه لم يعد وسيطا محايدا. لم تكن علاقات روس يوما ما ودية مع السلطات المغربية، لكن النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للمغاربة هي التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن في أبريل الماضي الأمين العام للأمم المتحدة. في هذا التقرير الذي حرره روس هناك انتقاد واضح لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ومطالبة بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان. رأى المغاربة في هذا الطلب الذي سبقت روس إليه جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء خروجا عن الحياد المتوقع من وسيط في نزاع من هذا النوع. أعلنت السلطات المغربية أنها سحبت ثقتها من كريستوفر روس في مايو الماضي، وبدا من خلال اللهجة الحازمة لعدد من المسؤولين المغاربة أن الأمر لا رجعة فيه. وبما أن هناك سابقة وهي سحب جبهة البوليساريو ثقتها من مبعوث الأمم المتحدة السابق فان والسوم، فقد توقع المراقبون أن تعين الأمم المتحدة مبعوثا آخر. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أنه لن يتخلى عن روس. ورأى مراقبون أن الأمر يتعدى بان كي مون، وأن الإدارة الأمريكية وقفت وراء روس وأصرت على استمراره في مهمته. وجدت السلطات المغربية نفسها في ورطة وتراجعت عن موقفها في هدوء، لأنها لا تستطيع أن تخسر علاقاتها مع الولايات المتحدة. حاولت أن تحافظ على ماء الوجه من خلال المطالبة بضمانات بأن يلتزم روس بحدود مهمته كوسيط. وبدأ عدم زيارته للصحراء الغربية خلال هذه الجولة انتصارا صغيرا يخفف من وطأة الضربة التي خلفها التراجع عن قرار سحب الثقة. والآن ماذا يمكن أن يحقق روس لتحريك هذا الملف؟ فبعد 9 جولات من المفاوضات ما يزال الوضع على ما هو عليه. قدم المغرب خطة حكم ذاتي موسع، وأصرت جبهة البوليساريو على استفتاء لتقرير المصير. هل يستطيع روس أن يقنع أي من الطرفين بتغيير موقفه لإنهاء حالة الجمود؟ هذا هو السؤال الذي تصعب الإجابة عليه.